مس السعادة من قناتكم صناعة السعادة. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، لينا فترة منزلنا الشغل مع بعضينا. رجعت لكم. ضني العتاولة. ضني العتاولة ده اختراع يا كوتش، عشان خاطر الشتاء وبرد الشتاء اللي احنا داخلين عليه. طاجن ده عبارة عن ايه؟ عن قلب وعكاوي ومخاصي ولحمة وممبار. ما يعرفش قيمة الطاجن ده الا الجماعة الاكيلة. بسم الله ما شاء الله، اللحمة بتاعتنا طالعة دايبة دوب. بنعرف مع بعض مكونات الطاجن، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو. عندي هنا نص كيلو من اللحمة، ربع كيلو من الكبدة، ربع كيلو عكاوي، هنا ده القلب كيلو، وعندي 2 مخاصي. اول حاجة بنقطع اللحمة قطع، مش صغيرة ومش كبيرة، يعني ممكن يكون وزن القطعة فيهم 50 جرام. بعد ما خلصناها عندي هنا قطعتين من العكاوي، وعندي ربع كيلو من الكبدة، برضو بقطع الكبدة مكعبات. بعد كده عندي القلب هنا ده كيلو كامل، انا طبعا مش هستخدم الكيلو، انا هاخد مني مقدار ربع كيلو. هعملهم شرايح طويلة رفيعة زي شرايح الكبدة لما بنتبلها كده. احنا عملناهم. ندخل بقى على المخاصي. المخاصي دي بيبقى ليها طبقة من فوق بتتقشر بطرف السكينة، بتفتح في جنب فيها وتبتدي توسعي الجنب ده شوية بشوية لغاية ما هيبتدي يظهر معاكي من جوه الكتلة. تبتدي تشدي بالراحة بالراحة لغاية ما تلاقيها اتقشرت معاكي. بعد كده بقطعها مكعبات، برضو ما بقطعهاش مكعبات صغيرة عشان ما تتهريش معانا خلال التسوية. خلي بالك انت بتقطعيها بالراحة خالص، لان هي ناعمة جدا وما بتتحملش الضغط، يعني بتتعاملي معاها بطريقة لينة شوية عشان خاطر ايه ما تهريش معاكي انت بتقطعيها. بعد ما خلصنا التقطيع بنزل بالمخاصي وبنزل بالكبدة والعكاوي والقلب. تمام، بروح ضايفة عليهم معلقة من الطحينة، بدعكهم كويس خالص عشان اضمن ان ما يبقاش فيها اي روايح مش لطيفة. بسيبها على جنب حوالي ربع ساعة. بعد كده بضيفها في مصفى وبنزل بيها تحت مية جارية وبشطفها كويس خالص، وبكده بكون اتأكدت ان ما فيهاش اي روايح مش لطيفة. كده بضيف لها معلقة من جنزبيل المطحون. الجنزبيل المطحون يا جماعة بيتخلص من اي روايح، سواء في فراخ سواء في لحمة، في كبدة، في ممبار، في اي شيء بتحطي في النهاية خالص معلقة جنزبيل، تسحب الريحة خالص لان ريحة الجنزبيل قوية، تخلص من اي روايح ملهاش لازمة. بعد كده بجيب عندي 5 بصلات متوسطين، ما بضربهمش في كبة لان انا محتاجة ان البصل يبان في الطاجن. بقطعهم شرايح رفيعة زي شرايح الشاورما. بعد ما خلصنا الكمية كلها بتاعة البصل هبتدي احط حلة ضغط على النار. انا هنا بستخدم حلة الضغط، الناس ما بتحبهاش ممكن تستخدم حلة عادية، بس انا بفضل حلة الضغط عشان متاخدش معي وقت خالص. بنزل فيها بالبصل، بحط شوية ملح على البصل، شوية توابل، فلفل، كزبرة ناشفة. وبعد كده بقطع قرن فلفل اخضر على حسب الرغبة بقى، كنت بتحبيه فلفل سبايسي او فلفل بارد، ده هيرجع ليكي انتي. بس هنا انا استخدمت فلفل واحد بارد وواحد حار عشان انا بحب الطواجن دي تكون سبايسي شوية. اول ما يبتدي يدبل معانا بنزل عليه باللحمة، تاخد لها تشويحتين. بعد كده هنزل عليها بالقلب والكبدة والعكاوي. وبعد كده بناخد وندي فيهم، بنقعد نقلب مع النار لغاية ما تحس ان البصل كله اتكرمل
وان عندك اللحمة والكبدة تشوحوا في البصل. بعد ما نحس ان اللحمة بدأت تشرب المية والبصل اتكرمل، بننزل بعد كده بالمخاصي. مش بنضيفها ليه من الاول؟ عشان هي طرية ما بتتحملش، فمش هتتحمل قوة التجليب، فبنضيفها في اخر مرحلة. بنقعد ناخد وندي بالمعلقة شوية. بعد كده نبتدي ننزل عليه بالتوابل. بنضيف كل توابلنا الحلوة اللي احنا عارفينها، ال7 بهارات بتاعت اللحمة، وجوز الطيب، ورق لوري، كزبرة ناشفة، حبهان، عود جرفة. بعد ما نتبل اللحمة كويس، بكون مجهزة عندي اللتر من المية السخنة، بروح نازلة بيه على اللحمة، وبضيف ملح ومرقة. وبعد كده بقفل حلة الضغط. تقريبا اخدت معايا نص ساعة. لو حلة عادية ممكن تاخد ساعة او ساعة ونص على حسب اللحمة اللي انت بتستخدميها. لا، لو حلة ضغط تاخد نص ساعة، لاني طبعا اللحمة عندي هنا مكعبات. طبعا انا ممبار عملته قبل كده في فيديو منفصل، فانا ما عملتوش قدامكم. بعمل يعني حوالي تقريبا نص كيلو من الممبار عشان استخدم الممبار في الطواجن. الممبار عندي هنا بستخدمه ايه بعد التسوية، يعني دي بيستوي لوحديهم، وبسوي انا الممبار لوحديه. طبعا الكمية اللي احنا عملناها عملت معايا مقدار طاجنين وسط. انتي ممكن تحطيهم في 4 طواجن صغيرين، او ممكن تحطيهم في طاجن واحد كبير، بس انا قسمت الكمية في طاجنين. بعد ما بملى الطاجن، باجي من فوق وبحط عليهم ممبار من فوق. طبعا عندي الممبار اللي هضيفه هو اصلا مستوي ومتحمر، يعني انتي بتسويه وبتحمريه، بعد كده بتحطيه مجرد بس ايه الوش من فوق بتاع الطاجن ياخد سن التنشيف. لكن انتي ما بتعتمديش طبعا عليه من البداية في التحمير بتاع الممبار، لا، انتي بتكوني محمرة الممبار وتبتدي تضيفيه على الوش وتدخليه بس ايه 5 دقايق كده ياخد سن التنشيفة. ان كنتي بتستخدمي مايكرويف فرن بتشغلي من فوق بس، لا، بتستخدمي فرن بوتاجاز بتشغلي الشواية فقط، لان طبعا هو مستوي فمش محتاج ان انت تشغلي عليه من تحت او من فوق. وفي نفس الوقت هو متسبك كويس خالص، مش هيحتاج ان انت تشغلي عليه من تحت عشان ينشف او يتسبك. بس بصراحة طعمه مميز جميل جدا ما شاء الله، يعني بيطلع حاجة حكاية. على فكرة نفس الفكرة دي ممكن تستخدميها في العكاوي عشان تعملي طاجن عكاوي بالبصل، تعتمدي نفس الطريقة بالظبط. وممكن برضو تعمليها في طاجن اللحمة بالبصل. انا بقى هنا عملت ميكس بين حلويات المذبح كلها مع البصل المكرمل، وحبيت ازين الوش بكم قطعة من الممبار. انتي ممكن تعمليها بقى بطريقة تاني، لو عايزة تستخدمي اللحمة بس تعملي طاجن لحمة بالبصل، او ممكن لو عايزة تستخدمي عكاوي بس تعملي بنفس الطريقة، بتستخدمي العكاوي في طاجن عكاوي بالبصل وبيطلع طعم الله اكبر تحفة. او ممكن تستخدمي المخاصي في ان انت تعملي طاجن عكاوي بالمخاصي. الطاجن بيبقى عكاوي بالبصل، بتحطي على الوش بدل ما بتحطي ممبار بتحطي مخاصي مقطعها مكعبات صغيرة، وحط لها سنة توم على النار مشوحاها في توم وفلفل الوان ومعلقتين نخاع. كمان الطاجن ده حكاية، هننفذوه بإذن الله فيديو جديد. الشتا بيحب الدفى وبيحتاج كمية طاجن حلوة، واحنا ملينا من الطواجن التقليدية. خلينا بقى نجرب طواجن جديدة وتكون مميزة غير تقليدية. ما تنسونيش الدعوة حلوة. قناتكم صانعة السعادة.